السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شيلة كتبت كلماتها أم أحمد من أهالي بيت بوس بنت الدائري، توصف شكرها وتقديرها من المملكة الأردنية لكل من وقف جنبها في مرضها، تحكي وتعبر بما فيها. قالت بنت متضررة من الأمراض متكدرة، سويت للسفر تذكرة للأردن كافح وباء. ألا أحمد أنت ما هو معي فالدنيا سلام أطمعي، بدعي للإله يسمعي يحميك ذي يوسف حماه. أداء الشاعر أبو عقيل. بدعيك يا العظيم السميع تشفي قلب مؤلم وجيع، سبحان الإله البديع جباد داوى عنده دواه، للأقدر هو المقتدر سبحانه كشف كل ضر، عن أيوب ذي هو صبر بالأمراض ربي بلاه. قالت بنت متضررة بالأمراض متكدرة، سويت للسفر تذكرة للأردن أكافح وباه. يا أحمد أنت ما هو معي فالدنيا سلك مطمعي، بدعي للإله يسمعي يحميك ذي ليوسف حماه. من يوم سارت أمي وبي كسر حزننا شربي، يا دمع العيون اسكبي ساروا ذي لروحي دفاه. واختي أم عزت لها كل الفضل ما مثلها، لجلي سابت أولادها أعظم شخص نعيف الحياة. وابو عزة اللي وقف جملة فالفؤاد ما يصف، نال المعرفة والشرف ما حد قد وصل له وفاه. ومحمد أخي جانبي فالغربة معي من تبي، مريدة يقول اطلبي مرفوع وسط قلبي غلاه. يا يحيى أخويا الكبير ما قصرت مشكور كثير، واخي لطف ما له نظير وعلي فاق في مستواه. وام اسماء ما يوم تنام تدعي لي بوقت القيام، شهرين انظرت لي صيام لجلي ربنا قبل دعاه. ام عبد الله مالش وصيف يا وارده وزهر الخريف، وام الرانية لي نصيف وانتي كل ما بيتراه. يا خاله دعيت الرقيب بعد بنشي كلش طبيب، فالجنة جوار الحبيب يسكن والظلال قدنا. أبو مقداد شكري لك يا كنزي ميت يوصلك، أسأل ربنا يجعلك ذو سلطة ورفعه وجاه. وراضي ما قسم ربنا واحد فقد حسبنا، واللي قد تشفى بنا عيجي يومي يلقى بلا. واوصي لا تتساعتي تتفرجن بجثتي، وتكون في الوسط بقعتي حيث الجسم حيكون بقاه. في بدع الحروف والختام أهدي للجميع السلام، وصي آلي الإكرام يدعوا لي بوقت الصلاة.